كشفت الفنانة أنغام عن تفاصيل واقعة قانونية رفعت خلالها دعوى ضد شاب اتهمها زورا بمهاجمة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد منشور نشره عبر موقع إكس تويتر سابقا. وقالت أنغام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة أن رفعت بالفعل قضية على شاب وكسبتها واتحبس لأنه كتب على تويتر مش حترحمي شيرين بقى يا أنغام. وأوضحت أن هذه الواقعة تأتي في إطار حملة ممنوعة من التجاوزات التي تتعرض لها مؤخرا، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي إساءة موجهة إليها مستقبلا. في نفس السياق قالت الفنان أنغام أنها كانت في المستشفى لتلقي العلاج، وعلمت أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تعاني من مشكلة ما أثناء حفلها في مهرجان موازين، مستنكرة الهجوم الذي تعرضت له مؤخرا. وقالت أنغام خلال المداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي: وأنا على سريري في المستشفى عرفت أنه شيرين على المسرح وفي مشكلة. طيب أنا بتشتم ليه؟ أنا مالي؟ الناس ما بقاش عندها أي ضمير. إيه علاقتي باللي حصل مع شيرين في الحفلة؟ هي صادفت أني في المستشفى، لو أنا مش في المستشفى أنا مالي؟ أشارت: دي مش أول مرة، وأنا تحملت سنين فاتت طول الوقت تلقيح كلام حتى منها شخصيا، وعمري ما علقت وزعلت بيني وبين نفسي وعذرتها كتير وقافل الموضوع تماما. إنما توصل إن كمان بنوجه الجمهور كله والرأي العام ناحية أنغام وإني بتاعت مؤامرات وتطلعني بشن حملات على زميلة،